ولذلك أنا أقول من لم يعرف رب العالمين والله لو كان يحمل أكبر الشهادات بروفيسور وأعاليها فهو جاهل، لأن أعظم المعارف وأعلى العلوم هو علمك بالله جل في علاه، أن تعرف من هو الله. إنما يخشى الله من عباده من؟ علماء. العلماء يخشون الله لأنهم يقدرون الله حق قدره، يعرفون من هو ربهم جل في علاه. ولذلك قال أحد السلف: مساكين بعض أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: أحلى ما فيها أن يعرف من هو الله. الله، احنا في المدارس في الابتدائي نتعلم من ربك، ما دينك، ثم نعرف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله العظيم لو أن هذا المعنى يكون فوق رؤوسنا كالظلة ما زغنا وما حدنا عن الطريق. ليش الوليد بن المغيرة وليش أبو جهل وأبو سفيان لما كان مشركا وأبو جهل مات على الشرك والوليد بن المغيرة كذلك كانوا يسمعون القرآن ويبكون وهم لم يؤمنوا؟ إلا أبو سفيان ما آمنوا لكن تأثروا بالقرآن. وبعضنا موحد وصاحب فطرة ومسلم ويصلي ويسجد ويركع، ومع ذلك ربما لا يتأثر لأنهم عرب ويفقهون القول ويتدبرونه، لكن قست قلوبهم وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون وسائرون ومهتدون. المسلم الحق هو الذي يعرف أن الله تبارك وتعالى هو ربه. أحد السلف كان يقول أن في الأرض نعمة، هذه النعمة أنزلها الله حتى يعيش الخلق كلهم في نعيمها وتحت ظلها ويشربون منها ويستظلون بظلها. قال: يعلمون أنهم مخلوقين ولهم خالق. هذا عموم البشرية، عموم الخلق من مسلم ومن غير ذلك. النبي الكريم موسى يقول: وعجلت إليك ربي إيش؟ لترضى. أبطلبكم طلب، اجعل شعارك من الليلة: يا رب وعجلت ربي إليك لترضى. أنا أريد إذا قال المؤذن حي على الصلاة أقوم مباشرة رغبة في رضا الله، عجلت إليك ربي لترضى. أنا أريد في طاعتي لوالدي، في عملي من الأعمال الصالحة، في تسبيحي، في ذكري. اليوم جمعة، والساعة التي كانت قبل أذان المغرب وصلاته كانت ساعة من أجل الساعات. من الذي كان فيها لاجئا واثقا أن الله جل وعلا قريب مجيب؟ يقول أحد السلف: كنت أخلو بنفسي مع الله ويأتيني أحيانا خطرات، يعني لحظات أشعر أنني في نعيم، فأقول: والله لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم لكفاهم، من استشعاره برحمة الله ومن قرب الله سبحانه وتعالى له. إبراهيم عليه السلام ماذا يقول؟ قال عليه السلام: إني ذاهب وين؟ إلى ربي. الله يقول: ففروا من وين؟ إلى الله. الفرار من ولا إلى؟ وأن تفر إليه. فرارك إليه نجاة لك، إقبالك عليه سبحانه وتعالى رفعة لك. معرفتك بالله هي معرفتك بحقيقة الخلق لك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.